ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. من فتره انا كنت عملت فيديو عن البرودكتيفيتي ابس وايه الابس اللي ممكن تنظم لك حياتك وتستخدموها عشان تنظموا الجولز او عامه اي حاجه، اي اسبكت من الاسبكتس اللي في حياتنا. وساعتها قلت لكم ان ماي فيفورت اب هو نوشن اللي هو اول ان وان ورك سبيس. لو انتم مش عارفين انا بتكلم عن ايه روحوا شوفوا الفيديو دوت، انا هحطه حته هنا او في الديسكربشن بوكس تحت. وكمان ساعتها قلت لكم ان انا ممكن ابقى اعمل ووك ثرو لنوشن وازاي انا بنظم عليه حياتي، عشان انا ساعتها بس اوريكم كده على السريع، بس جه الوقت ان انا اوريكم نوشن من جوه عامل ازاي، وكمان فري تمبلتس اللي انا بستخدمها في نوشن هحطها في الديسكربشن بوكس تحت. بس قبل ما نبدا you know the drill، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا بينا. طيب زي ما انتم شايفين كده نوشن، بخش عليه من هنا او تكتب نوشن عادي، وهي دي التمبلت اللي انا بستخدمها حاليا. هي ما كانش شكلها عامل كده الاول، I customized على حسب انا عايزاها ايه، وفي حاجات pages انا غيرت اساميها وغيرتها من جوه على حسب يعني انا عايزاها ازاي. خلوني اوريكم هي كانت عامله ازاي الاول. ده شكلها الحالي. اوكي، شكلها الاول كان كده. انا قعدت بالشكل ده كتير، قعدت تقريبا سنه او سنه ونص بالشكل ده، بس زهقت فغيرت الالوان وغيرت كل حاجه. في المين تمبلت في اندكس. اوكي، الاندكس ديت بتحط فيها ريفرنس نوت بوك تكتب فيها الجورنال بتاعك. مش فاهمه كده بصراحه هنا، بس يعني في الجيم لوج، في الويش ليست انت عايز تشتري ايه والحاجات اللي انت نفسك تشتريها وكل الكلام دوت. وفي بقى يعني ماني دايريز، دي كمان مهمه جدا انا بستخدمها، بظبط الاكسبنسز بتاعتي وكده. انا عارفه ان في ناس بتستخدم الاكسل شيت، في ناس بتستخدم ابس، انا برضو في اب ساعات بستخدمها وكل الكلام دوت. فهي ده شكلها الاساسي. اوكي، وده شكلها الحالي. طب خلونا نعمل ووك ثرو ليها انا عامله فيها ايه. طيب هنا في اول حاجه الشغل، انا منظمه الشغل ازاي. اللي ما يعرفش، انا Egyptian Arabic teacher، بعلم عربي مصري مش لغة عربية، بعلم مصري لأجانب، وساعات بشتغل مع شركات عشان ساعات بيبقى عندهم موظفين بييجوا مصر فبيبقوا عايزينهم يتعلموا العربي أو اللهجة المصرية. طيب دلوقتي أنا عندي الموضوع متقسم لستودنتس. الكورس بتاعي متقسم ازاي، اللينكس، الحاجات اللي بستخدمها ساعات، الماتيريال أو الريسورسز اللي أنا بديها للطلبة، والكورس دايلوجز الحاجات اللي احنا بنقراها. وهنا يعني important dates لأعياد ميلاد وكده، عشان دي اكتر بيج انا بفتحها، فقررت ان انا احط الحاجات المهمه ديت هنا عشان ما انساش. هنا الورك انفو والايميل بتاعي وكل الكلام دوت، وتحت الماتيريال اللي انا دلوقتي بعملها، الباوربوينتس وشغلي عامه، الحاجات اللي انا التاسكس اللي عليا يعني. فلو دخلنا على students، انا عندي مثلا اسماء الستودنتس وهم اكتف ولا لا، الليفل بتاعهم هم بداوا ايه ودلوقتي بقوا فين وكل الكلام دوت. الكورس بتاعي دوت، الكورس بتاعي احنا بنبقى ماشيين ترتيب المنهج يعني ازاي، اللينكس المهمه. اوكي، والدايلوجز بتاعت الكتب اللي عندي اللي احنا بنقرا منها اهو، البيج نمبرز لكل توبيك، كل الكلام ده. طيب ده كده اول حاجه دوت الورك. نخش على بعدها الماني دايريز ديت، اتس بيرسونال، فخلينا نشوفها من التمبلت اللي هي العاديه، وكده كده انتوا بتظبطوها زي ما انتوا عايزين. طيب دي الماني دايريز، الاكسبنسز انت دافع في ايه والكاتيجوري بتاعها ايه، بيرسونال بقى ولا انت يعني الانترتينمنت ولا انت للشغل ولا المدرسه ولا الهيلث ولا كل الحاجات ديت، ودافع فيها كام والديت اللي انت دفعت فيه. بعد كده في هنا جزء سبسكريبشنز، الحاجات اللي انت بتدفعها yearly او monthly او weekly، او زي مثلا الايجار والحاجات ديت بتحطها هنا. بعد كده هنا المونثلي كالكوليتر، انت الانكم بتاعك كام كل شهر، والاكسبنسز انت الاكسبنسز بتجيبها هنا عشان هي بتبقى summed up هنا، بتحطها مثلا هنا. يعني انا مثلا هنا دفعت 320 وانا هنا كنت قبضه 400 مثلا، فاحط 320 هنا. اوكي، فهنا يقول لي انا متبقي لي كام في الشهر او من فلوس الشهر ديت. اوكي،
طيب انا طبعا زودت فيها حاجات اكتر من كده. مثلا انا عندي مثلا yearly income عشان انا بحب اعرف انا بقبض كام في السنه والاكسبنسز بتاعتي كام في السنه وكل الحاجات دي. انت بقى ممكن تكستمايز البيج ديت بطريقتك او بالطريقه اللي انت حاببها او عارف تستخدمها بيها. دلوقتي لو رجعنا هنا تاني، انا مثلا كنت باخد كورس سونج رايتنج، كنت بكتب الحاجات اللي احنا بنعملها في الكورس هنا. زي مثلا كلاس نمبر 3 بخش كتبت الحاجات اللي احنا عملناها، التاسكس اللي عليا لليوم اللي بعده وكل الكلام ده. انا مثلا دلوقتي انا مش عايزه البيج دي خلاص، ما بقتش استخدمها. هعمل ايه؟ انا عامله بيج اسمها اركايف، بحط فيها خلاص الحاجات اللي انا مش بستخدمها. الكورس سكادجول دوت هشيله كده واحطها جوه البيج ديت بس كده. بعد كده عندي الاندكس زي ما كنا شايفين كان فيها جورنالينج وكان فيها ويش ليست، كان فيها حاجات كتير جدا. بس انا دلوقتي عملتها بطريقه مختلفه. انا مثلا مش بعمل جورنالينج في يعني اونلاين، ومش ما عنديش جيم لوج او ما عنديش مثلا جيمز انا بلعبها فحطها جوه، فانا غيرتها وقسمتها تقسيمه تانية. طيب هنا في الاندكس بتاعتي انا عندي البوكس، الحاجات اللي انا بقراها والريت بتاعها ايه وباي الاثر مين وكل الكلام دوت كاتباهم. والويش ليست انا عايزه اشتري ايه. النوت بوك انا زي ما قلت لكم مش بستخدمها هي والجيم لوج، بس انا سايبه البيجز دي عشان اشوف انا لو عايزه اغيرهم لحاجه تانية in the future يعني. بعد كده لو رجعنا تاني في الويكلي بلانر، انا بعمل ايه او انا عايزه اعمل ايه كل يوم، كل الكلام دوت ماشي. هنا المين جولز بتاعت الويك ومقسماهم ازاي، يعني كل الحاجات دي اتس دان خلاص خلصتها، لسه فاضل الثلاث حاجات دولت، فانا مقسماهم على الاسبوع كله. بعد كده عندي الورك اوت سكادجول بتاعي، انا مش دايما بستخدمه. هنا ساتردي مثلا داي اوف، هنا سانداي بعمل ابز، هنا ابر بادي، تاباتا، لور بادي، كل الكلام ده. بس بقى بحط تحتها الفيديوز او الورك اوت بالظبط اللي انا هعمله يعني. وبعد كده عندي سكيل شير، انا عندي كورس على سكيل شير للعربي، فلما كنت بعمله كنت عامله تو دو ليست كده صغيره للحاجات اللي انا لازم اصورها، الحاجات اللي انا لازم اعمل لها اديت، الحاجات اللي لازم اعمل لها ابلود وكل الكلام ده. بس دلوقتي مثلا انا مش محتاجاه خلاص، فتاني هعمل اركايف هنا، فخلاص مش هتظهر لي في الهوم تمبلت عشان ما يبقاش فيه دوشه كتير. بدءا بقى من هنا الجولز ديت او البيجز دي كلها كانت تمبلت تانية، تمبلت اسمها لايف بوك. وانا هقول لكم دلوقتي هوريكم ازاي تعملوا كوبي بيست او ازاي تاخدوا التمبلت ديت تحطوها على نوشن بتاعكم. بس فور ناو دلوقتي ديت التمبلت فيها body, mind, spirit, marriage طبعا لو انتم متجوزين، parenting, money, social life, quality of life and life vision. كل الحاجات دي الجولز بتاعتك في كل حاجة منهم. اوكي يعني مثلا البادي دي انت بتشوف ايه اقوى حاجة عندك وكل الكلام دوت، السترينث بتاعك قد ايه، الجول بتاعك انت how do you currently look وانت حاسس بايه دلوقتي وكل الكلام ده. زي كده ريفلكشن انت دلوقتي ازاي وعايز الجول بتاعك ايه وليه انت عايز الجول دوت وكل الكلام دوت. ده مثلا البادي، برضو البادي انا عندي البيج ديت زي ما هي، ما غيرتش فيها حاجه. التمبلت دي حلوه عشان you're just filling out البلانكس مش اكتر. بعد كده في المايند برضو حاجات انت بس بتملاها بس. التمبلت ديت انا غيرتها ليه سوشيال ميديا عشان انا دلوقتي عايزه افوكس على الميوزك بتاعتي والسوشيال ميديا عامه عشان ابقى اكتف عليها. فانا دلوقتي خليتها كده دوت الجدول، انا اكتف ازاي وعايزه احط ايه وابلود ايه وكل الكلام دوت. التشالنجز، الترندنج تشالنجز اللي انا عايزه اعملها، الفيديوز اللي انا عايزه اصورها، كل الكلام دوت بقى في الحته بتاعت البيج بتاعت اللي كانت المايند. نرجع تاني هنا في سبيريت، برضو السبيريت انا شلتها من هنا. الماريج برضو شلته، البيرنتنج شلته، ماني لسه موجود. again الماني جولز بيرسونال فاحنا هنشوفها من التمبلت الاصليه كانت عامله ازاي. again انتوا بس يعني بتملوا الفراغات اللي موجوده، الاسئله اللي موجوده اصلا. هو ده شكل البيج. انتوا دلوقتي مثلا ال 3 financial beliefs بتاعتكم ايه تكتبوها هنا، انتوا عايزين توصلوا لايه، الحاجات اللي انتوا دفعتوها، الحاجات اللي انتوا
عايزين توصلوا لها ماني وايز، فهي لذيذ قوي التمبلت دوت، علشان انتوا بس برضو بتجاوبوا على اسئله، حتى مش زي التاني، انتوا بس بتجاوبوا على اسئله وزي ريفلكشن كده حلو للسنه اللي قدامكم. بعد الماني في السوشيال لايف. السوشيال لايف بقى انتوا عايزين تكونكتوا مع مين تاني. انا هوريكم شكل التمبلت، انا مش مستخدماها بس هي دي شكلها، كل الكلام ده اهو بس. وانا برضو هحط لكم اللينك طبعا تحت بتاع التو تمبلتس دولت علشان تعمل لهم دوبليكيت عندكم في النوشن بتاعكم. وبعد كده عندنا الكواليتي اوف لايف. الكواليتي اوف لايف لذيذه، انتوا بتكتبوا ايه الايديال داي بتاعكم، من الساعه كام ساعه كام المورنينج بتاعكم، الميد داي بتعملوا ايه، الايفنينج، كل الكلام ده. وهنا في تحت ريفلكشن صغير بتجاوبوا برضو فيه على اسئله. واخر حاجه لايف فيجن. لايف فيجن دي برضو حلوه، انتوا again ريفلكشن. فالتمبلت ده كله اللي هو اللي اسمه لايف بوك زي ريفلكشن كده عن الاسبيكتس عامه اللي في حياتكم، انتوا عايزين توصلوا لايه، الجولز بتاعتكم وهكذا. طيب انا بقى مقسماه ازاي؟ لو رجعنا هنا تاني للتمبلت بتاعي انا، هي الحته دي انا مقسماه weekly goals, money, body, life vision, quality of life, yearly goals, social media و language goals. ال weekly goals او monthly goals كمان، هي جواها weekly و monthly goals. week 1 week 2 week 3 week 4 انا عايزه احقق ايه. والتمبلت ده زي ما هو تقريبا، انا يعني ما غيرتش فيه حاجات، الصور دي حتى زي ما هي لسه. طيب انا دلوقتي في نوفمبر مثلا عايزه اعمل ايه جوه هنا، انا اللي عامله انا اللي كاتبه الحاجات اللي جوه، عامله تو دو ليست اللي جوه. هي ما كانتش كده، هي كانت البيج كانت فاضيه، فانا عايزه اشتغل 70 ساعه، عايزه اعمل ماتيريال جديد، عايزه اعمل كويزز، عايزه احوش، عايزه يجيلي ريفيوز جديده. الهوبيز عايزه ان انا اخد سبانيش ليسنز وهكذا بقى. كتبت كل حاجه انا عايزه اعملها وحتى البيرسونال جولز بتاعتي. بعد كده عندنا الماني. زي ما قلت لكم وريتها لكم في التمبلت الاوريجينال، انا ما عملتش فيها اي حاجه، انا بس حطيت فيها الاجوبه بتاعتي وانا عايزه اوصل لايه وكل الكلام دوت. بعد كده البادي برضو ما غيرتش فيه اي حاجه، يعني انا بس جاوبت على الاسئله. اللايف فيجن برضو جاوبت على الاسئله، ان هي كانت بس ريفليكشن عن الاسبيكتس اللي في حياتي، كل الكلام دوت بس. وبعد كده الكواليتي اوف لايف برضو كتبت الايديال داي بتاعي وبيبدا ازاي وبعمل ايه وكل الكلام دوت. الييرلي جولز هي كانت بدل الماريج، عشان كده انتوا شايفين الحته مكتوب فيها ماريج، بس انا خليتها yearly goals. والyearly goals انا هعمل لها فيديو تاني مخصوص في اخر السنه، اشوف انا وصلت للجولز اللي انا كنت كاتباها في اول السنه ولا لا وكل الكلام دوت. ف stay tuned. بعد كده في السوشيال ميديا برضو انا وريتها لكم، انا عايزه ابلود ايه وايه الفيديوز اللي انا بصورها لليوتيوب وكل الكلام دوت. اخر واحده اللانجويج جولز بتاعتي او الخطه بتاعتي في اللانجويجز. فدي مثلا خطتي للاسبوع الجاي، كل يوم انا هعمل ايه، وهنا كل شهر انا عملت ايه. يعني مثلا في فبراير ده اكتر شهر انا حاسه ان انا كنت اكتف فيه في كل اسبوع انا كنت اكتف ولا لا، وذاكرت ولا لا، وايه الحاجات اللي انا اتعلمتها، والفيفورت نيو ووردز بتاعتي ايه، كل الكلام دوت. دي كانت separate template languages، انا كنت منزله template مخصوص او بيج مخصوص للlanguages. انا لو لقيتها هحطها برضو في الديسكريبشن بوكس تحت، بس انا مش فاكره انا كنت جايباها منين. بس هو دوت النوشن بتاعي وانا بستخدمه ازاي، هي دي المين بيج وجواها ايه. باقي الحاجات انا كنت حطاها، مثلا الويدجت ديت كانت من ويب سايت تاني وانا عملت لها لينك هنا. وبس هو دوت كل النوشن بتاعي. لو انتوا مثلا عايزين تعملوا دوبليكيت للتمبلت ايا كان التمبلت اللي عجبكم للنوشن بتاعكم، بتخشوا على اللينك اللي انا حاطاه تحت، تخشوا على اللينك اللي انا حاطاه في الديسكربشن تحت وتعملوا دوبليكيت من هنا. دوبليكيت، وهو دلوقتي بيعمل دوبليكيتنج للتمبلت على النوشن بتاعي.
وكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتقولوا لي في الكومنتس لو انتوا بتستخدموا اي ابس او ويب سايتس تانية عشان تنظموا الجولز بتاعتكم. واتمنى ان التمبلتس ديت تكون مفيده بالنسبه لكم وتساعدكم ان انتوا تنظموا اهدافكم للشهر الجاي او السنه الجديده. لو عايزيني اعمل فيديو بشرح لكم فيه ازاي تعملوا كل حاجه في نوشن وازاي تغيروا البيجز وكل الكلام دوت، ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتس تحت، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.